اللهم إني ألجأ إليك وأحتمي بك وأعتصم بك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تتركني إلى نفسي، وأعذني يا ربي من كل شيطان ومن كل إنس ومن كل جن، فأنت ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعين وأحسن إخوات، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة. يلا نشوف هنعمل إيه. قبل ما نتفرج على الفيديو الجديد بتاعنا اوعي تنسي اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني أي فيديو جديد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما انت شايفة انت عارفة ايه الوجبة دي عبارة عن ايه. النهاردة وجبتنا سهلة وسريعة ومش مكلفة أبدا، وكمان سهلة على الهضم وسهلة على كل حاجة، مغذية جدا، وكمان مش بتعمل أي حموضة أو أي حاجة بعد الأكل بتاعها. الوجبة بتاعتنا عبارة عن البطاطس المهروسة بس بطريقة جميلة. يلا بينا هنسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف البطاطس بتاعتنا هنعملها ازاي. معانا كمية بطاطس، وكمية البطاطس ما اقدرش اقولك قد ايه، نص كيلو او كيلو. لا، الموضوع ده بتاعك انت حبيبتي مش بتاعي انا، لانك انت عارفة عدد اسرتك قد ايه واستهلاك اسرتك قد ايه. فانت بتجيبي الكمية اللي انت هتستهلكيها وتقشريها. وطبعا انا قشرت البطاطس عشان ما اخدش من وقتكم اي وقت، لاني انا عارفة كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة. فانا قشرت البطاطس عشان ما استهلكش من وقتكم كتير. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس مقشرة، وبعد ما قشرتها طبعا غسلتها. بس ليا ملاحظة خفيفة كده عليكم، ان في ناس بتقشر البطاطس وهي بتقشر البطاطس بتاكل من جسم البطاطساية كتير جدا جدا بالسكينة او بالمقشرة اللي بتقشر بيها. فخدي بالك حبيبتي كده وخففي ايدك وقشر القشرة على يعني ايه، على لفوق كده شوية، بحيث ما تاكليش من البطاطساية. البطاطس حرام يا ولاد، البطاطس غالية. ده اولا، ثم حرام 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 ان احنا نرمي حاجة ممكن نستهلكها في الزبالة. فخدي يا دوب القشرة الخفيفة اللي من فوق كده. ويستحسن لو انت هتعملي البطاطس مسلوقة ان انت تجيبي البطاطس الصغيرة وتنقعيها في المية وتغسليها من الطينة اللي فيها، وبعد كده تحطيها في المية بالقشر بتاعها. لكن انا مقشراها عشان البطاطس اللي قدامكم دي طبعا بطاطس كبيرة، بطاطس بتاعت قلية او بطاطس بتاعت طبيخ. فانا قشرتها زي ما انتوا شايفين، وكمان قطعتها قطع صغيرة علشان برضو ما تستهلكش معايا وقت على النار وانا بسويها. وفي التقطيع برضو قطعتها بعيد عنكم عشان خاطر انتوا كلكم عارفين بتقطعوا البطاطس ازاي. اي تقطيعة عشوائية، المهم ان هي يكون حجمها صغير عشان ما تستهلكش لا وقت ولا غاز يعني منك على النار. حرام، لازم ان احنا نختصر في كل حاجة. اليومين دول الدنيا غالية جدا، ولازم ان احنا ناخد بالنا يا جماعة عشان ربنا يكرمنا ويحافظ لنا على رزقنا. لكن لان التبذير مش كويس، والتبذير بيودينا في اماكن احنا بنندم عليها بعدين. فلازم ان احنا ناخد بالنا من رزقنا ونحافظ عليه. ليه؟ لان المبذرين اخوان الشياطين. فانا زي ما انتوا شايفين قطعتها قطع صغيرة كده عشان احطها على النار وتستوي وهي صغيرة. وزي ما قلت لك قبل كده ممكن تجيبيها صغيرة من الاول وتنقعيها وتغسليها من الطين وتحطيها مباشر على النار كده، وبعد كده تقشري القشرة هتلاقي القشرة رقيقة جدا طلعت معاكي. فيبقى انت اختصرتي الخطوتين دول. ولو انت وصلت معايا لحد هنا متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. وقوليلي انت بتعمليها زي ما انا بعملها كده لو هي كبيرة، ولا انت دايما بتجيبيها صغيرة. قولولي رأيكم في الكومنتات وشاركوني. جزاكم الله كل خير عني. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ تقطيع عشوائية مش منتظمة عشان خاطر هي كده كده يا جماعة احنا هنهرسها بعد كده، مش هتبقى سليمة. وحدوا الله، صلوا على رسول الله، وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤجروا إن شاء الله وتاخدوا حسنات كتير بإذن الله تعالى. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نشوف معاكم ايه الخطوة اللي بعد كده. بوريكي البطاطس ازاي مقطعة وشكلها مش منتظم. مش مهم ابدا ان يكون شكلها منتظم.
هناخدها كده ونجيب طبعًا المكان اللي هنسوي فيه علشان نشوف هنعمل إيه. يالّا بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا الحاجة اللي إحنا هنسوي فيها، أي حاجة من عندِك، حلّة، طاسة كبيرة، أي حاجة تسوي فيها، هتحطي فيها البطاطس بتاعتنا بعد ما غسلناها يا جماعة مرة تانية، وبعد كده هنضيف مَيّة عليها ونحطها على النار عشان تبتدي مرحلة أو رحلة السوا بتاعتها. طيب هتاخد قد إيه؟ مش هتاخد والله أكتر من تلت ساعة، وإيه ممكن كمان أقل معاكِ، ولكن وأنا باسويها باحط لها حوالي نُص معلقة من الملح كده عشان الملح يتغلغل جواها وتبقى مستوية وكويسة. عايزة أقول لِك إن البطاطس دي جميلة جدًا للأطفال، لو عندِك طفل سُخن أو عنده مغص أو عنده إسهال أو عنده أي حاجة، بتلجئي للبطاطس دي إن أنتِ تأكليها له عشان خاطر ما يكونش فيها طبعًا سمنة أو زيت أو أي مواد دهنية تانية أو حاجة تانية تضره، فأنتِ بتسلقي البطاطس بالطريقة دي علشان تأكليها له. فهي علاج حتى للكبار يا جماعة، الكبار لو حد عنده ألم في بطنه أو مغص أو لا مؤاخذة إسهال أو أي حاجة من كده، بيلجأ لأكل البطاطس دي، بتسلقيها زي كده قطع وبياكلها كده pure من غير أي حاجة، متحطيش عليها أي حاجة تانية، تتاكل كده أهو. حتى ممكن من غير عيش، بعيش، بأي حاجة، ولكن من غير أي إضافات تانية. يعني إحنا النهاردة كوجبة هنحط عليها إضافات، ولكن لما تكون في طفل معاكي تعبان أو حد كبير تعبان وطبعا يعني عايز الأكل بتاعه يكون صحي، فدي وجبة صحية وجميلة جدا ومغذية وفي نفس الوقت ما هياش وحشة. باوريكِ إزاي طبعًا أنا بعد شوية حاولت أشوف إن البطاطس استوت والّا لأ، فباحط الشوكة كده، فزي ما أنتم شايفين كده تقريبًا هي استوت بس عايزة معايا شوية، فأنا هاسيبها شوية وهابقى أرجع لها معاكم تاني، تمام. أسيبها كده شوية يعني مش كتير، يعني أنا عيني عليها ومعاها على طول، زي ما أنتِ شايفة الشوكة دخلت فيها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. تمام خلاص، بحاجات بسيطة كده وتستوي إن شاء الله على الآخر. لازم تسويها جدا عشان لما تحطي فيها الشوكة وانت بتهرسيها أو الأداة اللي انت بتهرسي بيها تلاقيها نازلة في ايدك، تبقى زي العجينة كده ما شاء الله، زي ما انت شايفة. باختبرها طبعا بالشوكة يا جماعة، لأن لو تعثرت دخول الشوكة فيها تبقى لسه، فهي أنا كده أنت إيدك بتحس بمجرد دخول الشوكة فيها، إيدك بتحس هي استوت ولا لأ. هي كده خلاص وصلت معايا للمرحلة النهائية واستوت جدا جدا جدا، عشان خاطر أخدها للمرحلة اللي بعد كده. فأنا خدتها وبأداة الهرس دي، كلنا عندنا في البيوت الأداية دي يا جماعة مش غالية. الأداية دي كانت أنا جايباها ب10 جنيه من حوالي سنتين يمكن، مش عارفة بقى يعني هي توصل ل20 حاليا، فهي رخيصة برضه ما هياش غالية. بهرس كده البطاطس وبعد كده طبعا بجيب التوابل بتاعتي، ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود، شويات شويات صغيرة كده، ربع معلقة ربع معلقة كده من كل حاجة. وطبعا الملح أنا حاطاه من الأول ما تنسيش، إلا إذا كنت دقتيه وحسيتي إن هو محتاج ملح تاني فأنت بتزودي الملح بالنسبة اللي أنت محتاجة لها. تمام كده. عايزة أقول لِك وجبة سريعة جدًا وفي أي وقت ممكن تعمليها، ما هياش مكلفة وما هياش بتاخد منِّك وقت. أنا كمان هاضيف لها خضرة، بقدونس كده، شوية بقدونس على شوية كزبرة، وهاقلّب شوية الخضرة دول معايا مع البطاطس، كده يتداخلوا مع بعض. بُصّي عاملة زي العجينة في إيدي ما شاء الله، ليه؟ لإنها اتهرست كلّها زي ما أنتِ شايفة. طيب كمان هاجيب زيت يكون زيت نضيف طبعا ملهوش ريحة أو طعم مش كويس، اللي هو زيت الأكل مش زيت القلي يا جماعة. وتحطي شوية زيت كده، معلقتين 3 زيت، وبعد كده بتاخديهم في طبق التقديم وتقديمي زي ما انت شايفة بالطريقة اللي تعجبك. كده وصلنا للمرحلة النهائية، وده شكل الطبق في المرحلة النهائية. أجمل طبق ممكن تعمليه في أي وقت يا جماعة، لو انت العيال عندك سهرانين بالليل وجاعوا منك، ممكن حلًا وفي ما فيش نُص ساعة، أقل كمان من نُص ساعة هيكون الطبق جاهز قدامهم.
اوعي تنسيني في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. قوليلي انت بتعملي البطاطس بالطريقة دي ولا بأي طريقة تانية. شارك الفيديو لكل الناس اللي انت بتحبيهم. طبق جميل جدا وسهل وسريع جدا جدا، ممكن البنوتات الصغيرين يعملوه. أسيبك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. وإلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، استنيني. بحبكم جدا جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.